مش احنا عندنا 2 علماء، دكتور مجدي يعقوب ودكتور احمد زويل، دلوقتي بقى 4. بقى عندنا 2 مجدي يعقوب و2 احمد زويل، وال2 ولاد مصر وبيعملوا المستحيل دلوقتي. اولهم دكتور انيس حنا، وده خريج كليه طب اسكندريه وعمل طفره في عالم جلطات القلب، لانه اكتشف جين معين هو المسؤول عن جلطات القلب وشغال عليه عشان يطور علاج يقدر ان هو يمنع جلطات القلب، وماشي على نفس الطريق اللي مشي عليه دكتور مجدي يعقوب. وطبعا اكيد بنتمنى له كل خير في انه يوصل في ابحاثه، لانه حرفيا هيقلب عالم الطب. اما التاني فده اسطوره حرفيا، العالم كورولوس موسى. وموضوع ان هو ياخد جايزه نوبل بقت مساله وقت. كورولوس من مدارس عاديه جدا، اتخرج من الجامعه وبقى مؤهل على طول ان هو يدخل في الدكتوراه من غير ماجستير، لان جامعه هارفارد شافت ان هو مستواه الدراسي وابحاثه بتاهله للموضوع ده. كورولوس هو الفريق بتاعه طور شريحه صغيره جدا بتكنولوجي الميتافيرس، وهي مسؤوله عن تغيير اشكال فوتونات الضوء، يعني وحدات الضوء الاساسيه، وتعديلها بدقه رهيبه. الشريحه الكميه دي اللي كانت قبل كده بحجم كمبيوتر ضخم جدا وما كانتش بتأدي نفس المهمه، بقت النهارده في سمك الشعرايه. والاجمد في الموضوع انها بتبقى عاديه في درجه حراره الغرفه، يعني العالم كله هيقدر يستخدمها في تطوير الموبايلات واستخدامها في تطوير الذكاء الاصطناعي. وغير كده احتماليه دخولها في عالم الطب قريب قوي، زي اجهزه الرنين المغناطيسي والاشعه والعلاج بالليزر. كورولوس ابن المنيا اللي عمل طفره في عالم الفيزياء، وان شاء الله قريب هياخد جائزه نوبل كعالم للفيزياء. ودكتور انيس حنا هما الاثنين ولاد مصر، وزي ما مصر قبل كده طلعت من ولادها دكتور احمد زويل ودكتور مجدي يعقوب، النهارده بتطلع 2 من اهم العلماء في العالم، ودايما بتصدر للعالم كل حاجه تكنولوجيه كبيره، لان مصر دايما ولاده. انا عادل مجدي شير كتير جدا عشان كل الناس تعرف ان فعلا المصريين مختلفين تماما عن كل العالم، وبجد بيكملوا عظمه القدماء المصريين.